مشايخه الذين ذكر بعضهم بأسمائهم وذكر غيرهم إجمالا. ومن أبرز من دفعه لذلك همة وتوجيها شيخاه جليلان بارك الله في أعمارهما، شيخه وخاله الحاج موسى أطال الله عمره، وشيخه سيدي بن عبد الطاهري بارك الله في أنفاسه، وغيره من مشايخ البلدتين الكريمتين إنر وأنصار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوج بالجائزة من حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من جنس ما أجيز به شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا كعب بن زهير. ومن أروع ما قاله هذا الشاعر المتواضع الفصيح بارك الله في أنفاسه ولا فضفوه ولا بر من يشفوه، حيث قال في قصيدته المحمدية التي يقول في ضمنها: لم يمدح الشعراء أحمد إنما مدح المديح بأحمد وبآله. حينئذ فهذا الشاعر الذي هو الحقيقة هو مادح، ولكنه بهذه التكريمات هو ممدوح، فهو مادح في ضمن ممدوح، فهو مادح وممدوح. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوجه بتاج العز والصحة، وأن يزيد في فصاحته وطلاقة لسانه، وأن ينور قلبه، وأن يجعله ممدا من أهل الله ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا وإياه في حرب المصطفى ومن بركة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأستودعكم السلام عليكم ورحمة الله.